نفسك ازاي تقوي ذاكرتك؟ الأول عاوزين نعرف ايه الذاكرة. الذاكرة هي قدرة الدماغ على تخزين المعلومات والاحتفاظ بها عند الحاجة. طيب ازاي اقوي ذاكرتي؟ في كاتب اسمه كيفن هورسلي قالك علشان يكون عندك ذاكرة قوية وغير محدودة لازم تعمل 4 حاجات، وهي أول حاجة زيادة التركيز، تاني حاجة زيادة الإبداع، تالت حاجة التنظيم والترتيب، ورابع حاجة المراجعة والتكرار. وفي زيادة التركيز لازم تركز على حاجة واحدة، وتاني حاجة إنك يكون عندك هدف تركز عليه، وتالت حاجة إنك تكرر المعلومة اللي بتركز عليها. واحدة من الحاجات اللي بتخليني أحفظ وأفهم أي معلومة وأجيب درجات عالية فيها وهي إني بركز على حاجة واحدة وببعد عن المشتتات، وتالت حاجة إني بكرر المعلومة كذا مرة وبقرأ بصوت عالي. وفي زيادة الإبداع أحول المعلومة الصعبة المملة لمعلومة سهلة وممتعة أقدر أتذكرها. يعني مثال، عاوز أحفظ اسم الكاتب ومش هنساه، أربط اسم هورسلي اللي هو اسم الكاتب باسم الحصان اللي هو هورس، وبالغ في الوصف، يعني أتخيل إن الحصان ليه أجنحة وبيطير. المعلومة الغريبة دي بتخلي عقلك مش ينساها أبدا. تاني حاجة من زيادة الإبداع وهو إنك تخلق نوع من الصور، يعني كلمة أكتف أربطها بنشاط أو صورة حد بيجري. تالت حاجة الترتيب والتنظيم، علشان تحفظ أي جملة كبيرة لازم ترتبهم وتحطهم في مقاطع، زي جملة the long time، احفظ الاول ذا وبعد كده لونج وبعدها تايم. رابع حاجه المراجعه والتكرار، لو بتدرس ماده فيها كميه كبيره من المعلومات وعاوز تحفظها لازم تكرر المعلومه كذا مره بالورقه والقلم، ولازم تراجعها على فترات متباعده، يعني مره بعد يوم، مره بعد 3 ايام، مره بعد اسبوع. فالاستمرار بشكل متباعد بيخلي المعلومات تثبت في المخ. وبس كده.